يسعد أوقاتكم أصدقائي، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم فطاير جدا شهية. رح نعمل فطاير البقلة أو الفرفحينة أو الرجلة، ما بعرف حسب ما بتسموها عندكم، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. فطائر جدا شهية وطعمتها بتكون قريبة شوي على السبانخ. أصدقائي، أنا معاكم أم رعد طاشمان من قناة وصفات شهية. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو وتعلقوا ولو بكلمة حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين. خليكم مع أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. في البداية أنا عندي هنا ذمتين من الفرفحينة. طبعا رح ناخد بس الأوراق لحالها، بس في البداية بدي أغسلها بالمي كتير منيح. ممكن نغسلها من دورين لثلاث أدوار حسب ما نشوف إن المي ضلت نظيفة. عندي هون طبعا هذا أول دور، وأنا حطيت فيه ملعقة كبيرة من الملح. طبعا الملح لحتى إنه نعقمها. هلا رح انزل البقلة ورح اغسلها كتير منيح، وبعد هيك رح اشيلها احطها بمصفاي ونغير المي. ممكن نعمل هاي العملية مرتين او 3 مرات حسب ما نشوف انه البقلة او الفرفحينة طلعت عنا نظيفة. وهلا شوفوا معاي المية هون مية نظيفة، وبهيك صارت نظيفة عندي الفرفحينة. هلا حطيتها بمصفاي، تصفت من المي. بعد هيك بدي اخذ الاوراق، بس الأوراق لحالها بدون السيقان. بعد ما قطفتها راح أتركها بمصفاي لحتى إنها تتصفى تماما من المي. ما بدنا يكون عليها مي لحتى إنه بس نحط عليها البهارات إنها تمتصها وتعطينا طعم كتير طيب. وبهذا الوقت راح نحضر للعجينة. للعجينة بحتاج أنا عندي هنا 5 أكواب مقاس من الطحين متعدد الاستعمالات. راح أنزل عندي ملعقة كبيرة أو 10 جرام من الخميرة، ملعقتين من السكر، ملعقتين كبار من الحليب الباودر، وعندي ملعقة من الملح. راح أحرك المكونات الجافة مع بعضها، وبعد هيك نبتدي نضيف السوائل. أنا عندي هنا نصف كوب من زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون لأنه بيعطينا طعم كتير كتير طيب بهذه العجينة. فركت الطحين مع الزيت بشكل كتير منيح لحتى إنه العجينة تضلها طرية. هلا نزلت عندي هون حبة من البيض وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، بحركهم مع بعضهم. بعد هيك بوزعهم عندي هون مع الطحين، وببتدي بعد هيك أضيف السوائل. أنا عندي هون كوب من المي الفاترة. طبعا نزلت المي عندي على دفعات، كنت أنزل كمية من المي وأعجن لحد ما تختفي عندي المي. العجينة هون أخذت تقريبا كوب ونص من المي الفاترة. بعجنها بشكل كتير منيح. طبعا راح نضلنا نعجن لحتى انه يطلع لنا عجينة متماسكة، ما بتلزق بالايد، بس انه ما بتكون قاسية كثير، بتكون عجينة نوعا ما لينة بس ما بتلزق بالايد. وهلا هيك صارت جاهزة العجينة عنا. هلا راح نشوف قوامها مع بعض. قوامها جدا جدا رائع. هلا راح انزل عليها كمية قليلة من زيت الزيتون. راح ادهن الوعاء، وبعد هيك راح نغلفها بالبلاستيك الغذائي، نغطيها، بحطها بمكان دافئ لمدة ساعة لحتى انها تختمر ويتضاعف حجمها. وبهذا الوقت راح نجهز حشوة الفرفحينة. عندي هنا حبتين من البصل فرمتهم مكعبات فرم ناعم، نزلت عليهم ملعقة من الملح، فركتهم شوي. راح اتركهم مدة 10 دقائق لحتى انه البصل يتذبل عندي. وهلا هون صارت ناشفة عنا الفرفحينة، بقدر أنزل عليها الخضار. طبعا الخضار فيكم تزيدوا أو تقللوا الكميات مثل ما بدكم، بس أنا استخدمت هون 3 حبات متوسطة من البندورة، فرمتها مكعبات صغيرة. وعندي هون حبتين البصل اللي كنا حاطين عليهم الملح، نزلتهم على الفرفحينة. ربع كوب من زيت الزيتون، وعندي نصف كوب من دبس الرمان، عصير حبة من الليمون، ملعقتين من السماق، وعندي ملعقة صغيرة من الفلفل. طبعا أنا ملح ما حطيت، هلأ بدي أخلطهم لأنه كنا حاطين على البصل. راح أتذوق الملح وأشوف إذا لسه بعد بدها ملح راح أنزل عليها، طبعا بكميات قليلة.
عندي هون ملعقة صغيرة من الملح نزلتها بعد ما حركتها وذوقتها. وهلا هيك صارت جاهزة عنا الفرفحينة. العجينة يعني ما شاء الله اختمرت وتضاعف حجمها عندي. وهلا رح نبتدي نقسمها ونشتغل فيها. طبعا في البداية لازم نطلع الهواء من العجينة وبعد هيك بنقطعها. هاي قوام العجينة، يعني ما شاء الله العجينة بتكون لينة معاكم وعن جد جدا جدا رائعة كانت. بنزل عندي هون كمية قليلة من الطحين وبعد هيك ببتدي أقطع بالعجينة. طبعا قطع العجينة حسب ما بتحبوا الأقراص، اللي بتحبوها كبيرة بتحبوها صغيرة حسب حجم القرص اللي بدكم إياه. أنا الأقراص اللي عملتها هي أقراص متوسطة. قطعت عندي هون العجينة، طبعا لازم نكورهم. باخذ قطعة بهذا الشكل، بعد هيك بكورها بإيدي وبحطها على جنب. العجينة بعد ما نقطعها لازم إنه نريحها مدة من 10 دقائق ل 15 دقيقة، وهاي خطوة كتير مهمة لحتى إنه العجينة تساعدك بالفرد، بتنفرد بكل سهولة. هلا هيك بعد مرور 15 دقيقة ببتدي أنا أضغط على العجينة بهاي الطريقة، بدي أفردها بشكل دائري. العجينة ما تخلوها كثير رقيقة، يعني خلوها تكون تقريبا نص ميلي تكون سماكتها. والحشوة حسب ما بدكم. أنا بالنسبة إلي بحب إنه الحشوة تكون كميتها شوية كتيرة بالعجينة، لأنه الفرفحة كتير طيبة وكتير حلو إنه تكون الحشوة باينة فيها. حطيت عندي هون تقريبا 3 ملاعق من الفرفحينة، وبعد هيك بسكر عندي العجينة. طبعا فيكم حشوة الفرفحينة بعد ما تساووها انه تحطوها بمصفاي اذا شفتوا فيها سوائل كثيرة، لحتى انه تتخلصوا من كمية من السوائل وبعد هيك تستخدموها. هنا بتأكد اني سكرت العجينة بشكل كتير منيح لحتى انها ما تفتح معانا عند الخبز. وبنفس الطريقة رح نكمل كل كمية العجين اللي موجودة عنا. هلا هيك صارت جاهزة معي، شوفوا شكلها ما أحلى. عندي هون كمان قطعة رح أعملها. رح أخذ القطع وأحطهم عندي بصينية تكون مدهونة بالزيت، بتركهم يرتاحوا مدة 10 دقائق ل 15 دقيقة. بعد هيك بدهن العجين عندي بالزيت النباتي أو زيت الزيتون حسب ما هو متوفر عندكم. رشيت بعد هيك كمية من حبة البركة أو القزحة وكمية من السمسم الأبيض على وجه العجينة. أنا حميت الفرن عندي تقريبا من 5 دقائق على أعلى درجة حرارة. الرف الشبكي أنا حطيته على الطبقة الأولى من الفرن أو الدرجة الأولى من الفرن. بدخل عندي الصينية، ممكن تأخذ من 10 دقائق ل 12 دقيقة، وبعد هيك نحمر الوجه. وهلا شوفوا ما شاء الله الفطاير بعد ما جهزت عندي. طبعا بعد ما تجهز بغطيها وبتركها مدة 10 دقائق لحتى انها ترتاح عندي العجينة وتضلها طرية. وممكن انكم تدهنوها بزيت الزيتون اذا بتحبوا. يعني شوفوا ما شاء الله بتكون مليانة عنا بالحشوة، وعن جد طعمتها كانت أكثر من رائعة. وبهيك أصدقائي بكون كملت معاكم الفيديو. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا أصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.